صباح الفل عليكم. واتس بيهايند او whatever الشخص اللي هيشاركنا تجربته هنعرفه دلوقتي مع بعض، هي فرصة نتعرف فيها على غيرنا قدر يبتدي وينمي اللي بيعمله ازاي، ولو حابين ناخد نفس التراك نعمل ايه. تنويه كده على الماشي، التجارب دي تجارب شخصية تخص أصحابها، فهنحاول تكون مع ناس مختلفة وتجارب مختلفة، لعل وعسى تخبط في واحد شبهك، فيلا بينا. احمد سمير، مخرج وممثل. انا بدات ان انا اشتغل في مجال الاخراج يعني من 2010 2011، وبدات مجال المسرح والتمثيل او التجارب السينمائيه البسيطه من 2003 2004. كانت بدايتي زي اي بدايه حد، يعني كانت حاجات على استحياء كده، ادوار صغيره، بتعرف على الناس، بتعلم ورش، كل الحاجات اللي احنا بنمر بيها دي، لحد لما اكتشفت مع مرور الوقت ان انا عايز ابقى مخرج. وهنا في خصوصية شوية في موضوع الاخراج، ان هو مش زي بقية المواهب اللي ممكن تكتشفها في نفسك، زي الغنى مثلا، فانت صوتك حلو وبتفهم مزيكا فهتغني، او ان انت ممثل شاطر فبتعمل ادوار حلوة. الاخراج ليه طبيعة خاصة شوية، ان هو غالبا بيطلع من تجارب، يعني انت بتبقى بتعمل اشكال فنية كتير، ونتاجها ان انت بتتحول للاخراج. مفيش حد في بدايته بيقول ان هو عايز يكون مخرج، دي طبيعة الاخراج. يعني انا اكتشفت في نفسي ان انا ممكن اخرج او ابقى مخرج كويس بعد ما خدت بقى حاجات كتير ليها علاقة بالتمثيل وبالكتابة، وحاجات ليها علاقة بالموسيقى والمسرح بشكل عام والسينما، وبقيت بحب اتفرج على افلام، بقيت بحب اقول رأيي بشكل نقدي كده في افلام، بحب اقرا كتير. فده اللي خلاني اتوجه ان انا ابقى مخرج. في بدايتي خالص زي ما قلت لكم كنت ممثل، وبعد كده كنت في عالمين بقى، عالم الاخراج الاكاديمي اللي هو يعني تحت قواعد صارمة وتحت مدارس فنية، وشكل تاني من الإخراج اللي هو كان بيعتمد على إن الناس تتبسط بس، يعني بشكل عفوي. كنت شغال في عرض كممثل قرد كثيف الشعر، إخراج دكتور جمال ياقوت، وكنت شغال عرض اسمه وداعا هاملت مع الله يرحمه أحمد راسم. فكانوا دول مدرستين متناقضين تماما بقى، يعني كل واحد عنده وجهة نظر مختلفة عن المسرح. قدرت افهم من ده واخد من ده، وحاولت طول الوقت ان انا ازاي اتعلم من المدرستين دول وادمج بينهم علشان اطلع شغل فيه نسبة من القواعد الفنية المتعارف عليها او الاكاديمية زي ما بيقولوا، ونسبة من المتعة ان المشاهد من حقه ان هو يجي يستمتع ويتبسط باللي هو جاي يشوفه. كان اول عرض اخرجه كان تجربة اولى، يعني كان عرض اسمه رادا، كان في مهرجان التذوق المسرحي. دي كانت تجربة أولى خالص بكل ما تحمله من شغف البدايات بقى، والأفكار اللي الواحد بيبقى فاكر إن هي أفكار عظيمة وبعدين تطلع أفكار عادية، والحاجات اللي هو كان فاكر إن هو عادية بتطلع حاجات حلوة. تاني عرض عملته كان 2011، عرض مزرعة الحيوان، وده عرض متاخد عن رواية مزرعة الحيوان لجورج أورويل. والرواية دي يعني هنا بدأت الناس تتعامل معي ان انا مخرج بجد. كان فيها عدد كبير من الممثلين، كانت بتحمل افكار صعبة شوية، وقدرت اقدمها بشكل بسيط، عمل تجاوب كويس مع الناس، وكان في جرعة كوميديا قوية، وكان في ممثلين صحابي ساعدوني ان هي التجربة تطلع كويسة جدا. وده اللي بدأ يبقى ليا رجل في اسكندرية، بما اني شغال في اسكندرية، ان انا مخرج مسرحي، وقدرنا نعرضها في اماكن كتير، عملت نجاح جمهوري كبير وخدنا بيها جوائز مهمة. بعد كده جت تجربة قنابل مسيلة للحرية. العرض ده اللي قدمني كمخرج شاطر، او كمخرج عنده رؤية، او كمخرج كويس ممكن ان احنا نتفرج له على عروضه. كان معايا في مجموعة موهوبين، كانوا 3 ممثلين، عصام عمر ومحمد بريقع وعبير علي، وفنانين من بره كتير. كان العرض ده ليه تجربة خاصة جدا، في تجربة إنسانية يعني، وحقق نجاح كبير قوي. كان كل ما يتعرض كان الناس كلها
بتيجي تشوفه، ما كانش فيه ولا ليله عرض مكان فاضي، خد جوائز كتير جدا. هنا بدات اتعرف ان انا مخرج كويس او مخرج عنده رؤيه او مخرج شاطر، ممكن نروح نتفرج على عروضه. وسافرنا بالعرض ده في كذا مهرجان دولي، وحالفنا الحظ ان احنا نحصل على جوائز كتير منه. بعديها بدأت بقى مرحلة الجامعة. كان اول تجربة ليا في مسرح الجامعة بمسرحية الماراثون في كلية الهندسة. مسرح الجامعة انا ارتبطت بيه بشكل خاص وبشكل قوي وحبيته جدا. فكرة ان انت بتتعامل مع طلبة موهوبين جدا عندهم حماس، عايزين يدوا كل حاجة للعرض ده، بيخليك انت كمخرج تاخد راحتك وتبين امكانياتك بشكل اكبر. عرض الماراثون كان معمول عن رواية انهم يقتلون الجياد ورواية القوقعة، روايتين مع بعض. قدرت اطلع بيهم العرض ده وعمل نجاح كويس جدا، وخدنا مركز اول بيه. واتعمل بعد كده نسخة تانية منه اخراج الفنان رامي نادر، وحقق نجاحات كبيرة جدا. العرض ده بحبه جدا علشان هو بيمزج قوي بين الدراما والموسيقى والكوميديا والانضباط والتمثيل، وفي شخصيته كانت جميلة جدا، كنت بستمتع جدا وانا شغال فيه. بعد كده جت تجربة عرض سيد موتزارت، وده هو يعني ممكن نقول دراماتورج بين قصة حياة الموسيقار موتزارت وقصة حياة الموسيقار العظيم اللي احنا بنفتخر بيه كلنا، خاصة كاسكندرانية سيد درويش. وقدرت ادخلهم في عالم خاص بيهم هم، يعني اكن الاتنين اتقابلوا، موتزارت والسيد درويش. عملنا العرض ده في الجامعة أول مرة، ما كانش محقق نجاح كبير. بعد كده قدمته لفريق الأكاديمية البحرية وخدنا بيه جوائز كويسة. وأنا بحب العرض ده جدا علشان تعبت قوي في كتابته، يعني خد مني وقت كبير قوي ومجهود إن أنا أدخل العالمين دول مع بعض واوصل للنتيجه اللي انا عايز اقولها في الاخر. العرض اللي قبل الاخير اللي عملته كان عرض البير، وده عرض نوعه جديد عليا، مختلف عليا، اللي هو عرض نقدر نقول ان هو حداثي شويه، مكتوب بشكل جديد. انا مرتبط جدا او بحب جيل الثمانينات، يعني حاسس ان الجيل ده من اعظم الاجيال اللي جت، وانا ابن جيل الثمانينات ده. والجيل ده ليه خصوصيه ان هو شاف حاجات كتير قوي، يمكن اللي قبليه قبل جيل الثمانينات واللي بعد جيل الثمانينات مش هيشوفوا كم الاحداث دي. والاحداث دي كلها شكلت جيل الثمانينات. فانا عملت العرض ده في ساعه رحله كده، ان لو واحد اتولد في الثمانينات لحد الالفينات، ايه اهم الاحداث اللي شكلت تاريخه، شكلت تفكيره، ايه الخط اللي كان ماشي عليه في حياته، وليه الجيل ده بيتميز بخصوصيه عن اجيال اللي قبل كده والاجيال اللي بعد كده. خدنا برضو العرض ده جوائز مهمه، كان اهمهم احسن عرض واحسن مخرج واحسن 3 ممثلين في مهرجان ختام فرق الاقاليم. اتمنى اعيده تاني وتشوفوه، العرض ده يعني ليه معزه خاصه في قلبي. واخر عرض عملته لحد تصوير الحلقه دي هو عرض جريس. عرض جريس كان لكليه فنون جميله، خدنا بيه مركز اول في الجامعه. والعرض ده هو مكتوب عن روايه أليس جريس او المذنبه لمارجريت ايتود. الروايه دي انا لما قريتها ارتبطت بيها جدا، حسيت فيها عمق شخصيات وعمق فكري وعمق سياسي كبير جدا، وان هي لازم الناس تشوف الحكايه دي. واقدر اقول ان العرض ده يعني لخص كل الخبرات بقى بتاعه ال 16 17 سنه اللي فاتوا فيه. حاولت اقدم فيه مسرح ممتع قيم فني على قد ما اقدر، والحمد لله النتيجه كانت كويسه بمساعده الفريق اللي كان شغال كله. ولحد دلوقتي العرض ده بيتعرض واتمنى ان هو يكمل تاني. اللي فات ده يعني انا ميال اكتر، او الناس بتقول ان انا بعرف اشتغل اكتر على مسرحه الروايه. دي حقيقه، انا بحب يعني اعمل مسرحيات عن روايات، عشان حاسس ان الروايات او عالم الروايات ده عالم كبير جدا جدا وسري جدا، نقدر نطلع منه عروض كتير، بما ان احنا عندنا العروض المتداولة بتتكرر بشكل كبير، فده بيدينا مساحة ان احنا نطلع عروض جديدة. الحاجة التانية ان هو العرض بيبقى ليه اساس قوي، يعني دايما اكتر حاجة بتشدني في اي فيلم او اي مسرحية الجهاز العصبي او العمود الفقري بتاع العمل الفني اللي هي الدراما. فمفيش حاجة أحسن من الرواية هتدينا دراما متماسكة ودراما قوية نقدر نبني عليها
المسرحيه بتاعتنا او الفيلم بتاعنا. اهم الانجازات مش هقدر اقول انجازات، يعني انا لسه بعتبر نفسي ببتدي في الطريق. او اهم النجاحات اللي انا حصدتها هي 3 جوائز مركز اول في الجامعه على مدار السنين اللي فاتت، وجوائز مهرجان الختام الفرق الاقاليم السنه اللي فاتت. ويمكن اكتر حاجه المسرح فادني فيها او ان انا مدين للمسرح بيها ان هو خلينا نشوف العالم. اتذكر مثلا عرض قطه العاميه اخراج صديق العمر احمد عزت، رحنا بيه دول كتير جدا واحنا بنعرضه، شاركنا بيه في مهرجانات، فخلاني اطلع على عدد كبير من العروض، خلاني اعرف يعني ايه فن، خلاني اعرف يعني ايه ثقافات، يعني ايه تفكير تاني، خلى حصيلتي البصريه وحصيلتي الفنيه كبيرة جدا. فشكرا للمسرح ان هو خلاني اطلع على كل التجارب والناس والحاجات اللي انا عشتها جوه مصر وبره مصر. طبعا بجانب المجال الفني يعني او الاخراج، بالوقت بيبقى بتندمج شوية في حاجات ليها علاقة بالتنظيم والادارة وكده. ويمكن انجح تجربه خضتها في الموضوع ده مهرجان اسكندريه المسرحي الدولي. انا كنت من مؤسسينه مع دكتور جمال ياقوت واحمد راسم الله يرحمه من زمان جدا، احنا داخلين على الدوره ال 13 اهو. المهرجان ده انا ارتبطت بيه جدا، ده فعلا بقى خلاني عايز اقدم للجمهور في اسكندريه الحاجات اللي نفسي هم يشوفوها او اللي انا كنت مبسوط ان انا بشوفها. فكان دايما بيبقى في تحدي ان احنا نجيب عروض كويسه. بيواجهنا مشاكل كتير جدا ان انت مش دايما الحاجه اللي نفسك فيها بتحصل بسبب الظروف اللي العالم بيعيش فيها. مش كل الفرق بتعرف تجيبها علشان تكاليف ان هي تيجي، تكاليف السفر، تكاليف الاقامه، الحاجات دي كلها. لكن انا يعني فخور ان احنا بنعمل نافذه حتى لو بسيطه من المهرجان ده، ان الناس تشوف تجارب من بره وتعرض فنها على التجارب اللي بره. واتمنى المهرجان يكبر اكبر ويحصل على دعم اكبر. احنا بنشتغل في ظروف صعبه جدا، يعني احنا بنقعد 6-7 شهور بنشتغل علشان نجيب كام عرض من بره الصبح وبالليل، يعني شغالين ما بننامش تقريبا، بخلاف بقى ايام المهرجان نفسها. تجربه تانية برضو مشروع العدسات الصغيره، وهو انا بجانب كوني مخرج مسرحي انا ليا تجارب سينمائيه وبحب قوي ان انا اعمل افلام بالموبايل. انا من زمان قوي قوي قوي، يمكن من اوائل الناس اللي عملت الموضوع ده من 2006 2007 يعني. كنت عامل فيلم اسمه مطلوب انسه العمل واتعرض في كذا مهرجان. تاني فيلم كان بالموبايل كان اسمه من غير ضمان. الفيلم ده كنت مصوره برضو بالموبايل وخد جايزة احسن فيلم في مهرجان جيزويت 2016 وجايزة احسن سيناريو في مهرجان الشركة العربية ومهرجان القاهرة لافلام الموبايل الدولي 2013. وختمت سلسلة الافلام دي بقى في فيلم مشوار، اللي هو كان نتاج مشروع العدسات الصغيرة دي، ورشة انا واصدقائي كنا طموحين ان احنا نعملها ونجحنا فيها بشكل كبير. وكان هدفها ان احنا نعلم ناس ملهاش اي علاقة بالتصوير ان هي تطلع بالموبايل صور وفيديوهات او افلام قصيره بكواليتي عاليه جدا. كان من المؤسسين فيها على راسهم يعني عمرو الزعيم صاحب الشانل الجميله اللي احنا بنتكلم فيها دي، وموني محمود وسام وشهاب. وكان نتاجها فيلم مشوار اللي خد احسن فيلم في المهرجان القاهره القومي للسينما. دي من الحاجات اللي انا فخور بيها جدا واتمنى ان احنا نكملها كمان بعد كده. يعني ممكن الناس يوصل لها ان انا مخرج فانا بخرج بس، او دي حياتي. وفي الحقيقه مهنة الإخراج خاصة المسرحي، خاصة اللي احنا بنعمله اللي هو حاجة أقرب للهواية، يعني ما نقدرش نقول إن احنا محترفين. معظم المخرجين اللي موجودين في اسكندرية ما يقدروش يعتمدوا على الإخراج إن هم يعيشوا. يعني هي مهنة فعلا تكاد تكون ما بتجيبش أي عائد مادي إن أنت تعيش منه. بنعمله ده عشان بنحبه، بنعمله ده علشان نحسن الحياة حوالينا، بنعمله ده عشان نخلي شكل العالم أفضل. كلام يبدو ان هو انشائي، بس هو انت لما تقعد تفكر فيه هو ده الحقيقه. يعني وللاسف ده اللي انت بتعمله. محدش هيصدق ان انت بتعمل ده كله عشان ما تاخدش فلوس. بس احنا فعلا بنحاول نكون ايجابيين بالطريقه اللي احنا بنعرف نعملها او بالموهبه اللي عندنا. فطبيعي كل انسان من دول او كل مخرج او كل فنان في الوسط السكندري او معظمهم، بلاش كل، يعني بيبقى عنده مجال تاني ان هو بيعيش منه في وقت فراغه، او ممكن يكون بيجي على شغله وبيقطع وقت من شغله الاساسي علشان يعمل حاجة اللي هو بيحب يعملها او يمارس
الفن ويساعد نفسه ويساعد الناس اللي حواليه. في الاخر لو انت عايز تبقى مخرج انت ما بتاخدش القرار ده، يعني هو المجال بياخدك، انت طول الوقت بتبقى في حاجات في دماغك عايز تعملها. ممكن تبقى شغال في عرض وبتمثل فيه وشايف المخرج بيعمل حاجات انت شايفها بوجهة نظر تانية وفي دماغك ان هي ممكن تطلع احلى. بيبقى في نص بتقراه او فكرة او رواية او اي حاجة شايفها على المسرح عايز تعملها، فبتبدأ تكتشف نفسك كمخرج. هنا المخرج للأسف حاجة حلوة بس هي عايزة المام بحاجات كتير قوي. يعني انت عشان تخرج لازم تقرا كتير جدا، لازم تتفرج على حاجات كتير جدا، لازم تتابع كل المجالات، تقرا في كل حاجة، تبقى على طول ابديت بكل النظريات الجديدة، لازم تعرف كل حاجة بتتعمل ازاي، لازم تعرف كل حاجة بتتعمل ليه. فلازم تقرا كتير، تتفرج كتير، تمارس كتير، تجرب كتير، علشان هو ده الاخراج. يعني مفيش منهج بنمشي فيه بنبقى مخرجين، هو المخرج بيلم مجالات، بيلم افكار كتير جدا. لازم تبقى حاجة اقرب لان انت عندك حاجة عايز تقولها، اقرب لان انت فيلسوف، مش قصدي ان انت تقعد تنظر، بس عندك وجهة نظر، عندك احساس عايز تطلعه، عندك طموح عايز توصل له. ده اللي بيكون شخصية المخرج. لازم كمان تكون ملم بكل الفنون التانية. يعني انت مخرج مسرحي بس لازم تقرا في الاخراج السينمائي، ولازم تقرا في الاخراج الاذاعي، ولازم تقرا في الموسيقى، علشان هما يعني بعد فترة اكتشفت ان الحاجات دي كلها مرتبطة ببعض. يعني مفيش جابة كبيرة بين الاخراج المسرحي والسينمائي، ان انت في الاخر هتلاقي نفسك بتدرس نفس الحاجات او بتتعلم نفس الحاجات. فكرة التكوينات هي اللي هنا، هي اللي هنا. فكرة التأكيد او مفهوم التأكيد، ما هو هنا هو هنا. التمثيل على اختلاف شكل التقنية، بس هو بدايته هنا ووصل لهنا، تطور في السينما بقى كده. فانت لازم تلم بكل الفنون التشكيلية والفنون الموسيقية والفنون التعبيرية والفنون الأدائية والفنون الصوتية. ده هيساعدك كتير جدا ان انت تبقى مخرج مميز، ومخرج عندك طابع او شكل، او مخرج الناس تحب تروح تتفرج على شغله. وعايز كمان يعني اشير معاكم كده شوية كتب ممكن تبقى يعني مدخل ان انت تتعمق اكتر في دراسة الفن والاخراج سواء المسرحي او السينمائي. الكتب دي مهمة جدا. كتاب السيناريو بتاع سيتفيلد هيفيدك في افكار سينمائية كتير، هيفيدك ان انت ازاي تكتب سيناريو كويس، هيفيدك ازاي تكتب مسرحية كويسة وتكتب شخصيات. ده الأهم حاجة قدرت أتعلمها من الكتاب. تاني كتاب إعداد الممثل لبوريس زغافة. الكتاب ده مهم جدا في يعني هو في شق نظري وفي الأهم الشق العملي فيه. هيفيدك جدا جدا كممثل وكمخرج ان انت ازاي تشتغل مع ممثلين. الكتاب التاني الإخراج المسرحي للدكتور فتحي عبد الوهاب. الكتاب ده بيلم لك كل القواعد بتاعة الإخراج المسرحي. يعني دي مش اللي انت لازم تمشي عليه، بس انت ما ينفعش تخرج من غير ما تكون عارف القواعد دي بشكل واضح. فانصحك بالكتاب ده لو عايز تفهم يعني ايه تكوين، لو عايز تفهم يعني ايه تأكيد، يعني ايه الحركة المسرحية، المجموعات اللي موجودة على المسرح، المشاهد الفردية، الحاجات دي كلها. انا سعيد جدا بالدقايق البسيطة اللي قعدناها مع بعض دي، واتمنى اكون فدت اللي بيتفرج على الفيديو بأي معلومة، وفي انتظار اي سؤال او حد عايز اي نصيحة من تجربتي البسيطة جدا. شكرا جزيلا ليكم. وبكده نكون خلصنا تجربة النهاردة، ونشوفكم في تجارب تانية قريب.